بوريكم طريقتي بعمل كبدة خروف العيد. أول شي خلونا نتفق إنه الكبدة تنغسل قبل التقطيع بماء بارد، أبدا ما تنغسل بعد التقطيع. بالنسبة للطريقة، شوفوا الطريقة وشلون. قصها من العرض علشان تطلع عندي الشرايح مرة رفيعة، بعدين أبدأ قصها بالطول مثل ما انتم شايفين. ممكن نقصها مربعات، ممكن قطع كبيرة، لكن التقطيع هذا هو المتعارف عليه اللي هو تقطيع طوال. طيب بنخلي الكبدة على جنب، بنسوي مع بعض صلصة الطحينة. بوعاء حطيت ماء بارد، طحينة سايلة، عصير ليمون، خل أبيض، ملح، فلفل أسود، وممكن نضيف اللي هو مهروس الثوم. خلطتهم مع بعض لين طلع عندي القوام بالشكل هذا. أخليها على جنب وبعدين نبدأ نسوي الكبدة. بمقلاة عميقة على النار حطيت زيت زيتون وحطيت الكبدة وشوحتها على حرارة عالية بالمرة. بعدين أضفت اللي هو البصل مقطع جوانح، والفلفل البارد والفلفل الحار اختياري، وممكن نضيف الثوم. حطيت كمون وبهار مشكل وملح وقلبتهم على نفس الحرارة العالية. آخر شيء أضفت الطماطم بدون القشر وعطيتها تشويحة كذا مرة سريعة. غرفت الكبدة بصحن التقديم وزينتها بصلصة الطحينة، الكزبرة، ممكن نضيف البصل الأخضر، عصير الليمون، دبس الرمان، ما تشبعون منها.